أهلا بيكم معانا النهاردة. بصراحة هنفتح سوا كتاب مهم قوي لأي حد في مجال تصميم المنتجات أو اليو اكس. الكتاب هو يو اكس ديكودد، يعني فك شفرة تجربة المستخدم. للمؤلف دوشيانت كانونجو، وهو فعلا خبرة كبيرة في المجال ده. تمام، مهمتنا النهاردة بقى إننا نطلع بالخلاصة بأهم الأفكار اللي تخلينا نفهم الناس اللي بنصمم لهم دول أحسن، ونعمل لهم حاجات يعني يحبوها بجد. يلا بينا نفك الشفرة دي. يلا بينا. طيب، يمكن أول وأهم فكرة في الكتاب كله وممكن تكون صدمة شوية هي جملة بسيطة جدا: أنت مش المستخدم. دي النقطة الجوهرية فعلا. فكرة بان سهلة بس خطيرة لو نسيناها. لازم نخرج بره دماغنا إحنا كصناع ونشوف الدنيا بعيون الناس اللي هتستخدم الحاجة دي. بالظبط كده. هو الواحد ساعات بينسى إن خبرته وقدراته يعني مش هي العادي عند أغلب الناس. الكتاب هنا بيستشهد بدراسة مهمة قوي. دراسة إيه؟ دراسة عملتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ال OECD على 33 دولة صناعية. النتائج بصراحة كانت مفاجئة جدا. إيه اللي لقوه؟ لقوا إن 5% بس من البالغين هم اللي عندهم مهارات تكنولوجية عالية. متخيلة؟ 5% بس؟ يا خبر! وأقل من التلت بيقدروا يعملوا مهمات متوسطة الصعوبة على الكمبيوتر، يعني اللي هو مش كل الناس زينا خالص. ده رقم يخلي أي حد بيصمم أي حاجة يقف ويفكر 1000 مرة. فكرة إن أكيد كل الناس بتعرف تعمل دي غالبا مش صح. مظبوط. وده بيوصلنا لنقطة تانية بيحذر منها الكتاب بشدة: البايسز أو التحيزات. التحيزات دي كارثة، زي مثلا التحيز التأكيدي، إنك تدور بس على اللي بيأكد كلامك. أو تحيز الإجماع الزائف، إنك تفتكر إن كل الناس رأيها زي رأيك. دي حاجات ممكن تبوظ منتجات كاملة لو ما عمسناش نتعامل معاها. والكتاب كمان بيشدد على خطورة الافتراضات. في مثال واقعي جدا بيحكيه. مثال التطبيق الحكومي في الهند ده، بتاع مراقبة حضور المدرسين بالجي بي اس. ده بقى إيه حكايته؟ بصي، الفكرة كانت تبان كويسة على الورق: نتابع حضور المدرسين في المدارس الريفية بموبايلاتهم. بس التطبيق فشل ذريع، ليه كده؟ عشان اللي عملوه افترضوا كذا حاجة غلط. افترضوا إن كل المدرسين معاهم سمارت فون أصلاً. وده ممكن ما يكونش حقيقي في الأرياف. بالظبط. وافترضوا إن في نت كويس في كل المدارس دي، وإن إحداثيات المدارس على الجي بي اس دقيقة، وإن المدرسين فاضيين وعندهم القدرة يتعاملوا مع التطبيق ده بسهولة. كمية افتراضات، طبيعي يفشل. عشان كده الكتاب بيقولك الحل في إيه؟ في اليوزر ريسيرش، بحث المستخدم. يعني بدل ما نفترض نروح نسأل ونشوف. تمام. سواء بقى بحث نوعي اللي هو الكواليتيف عشان نفهم الليه واللي ازاي، مقابلات، ملاحظات، الحاجات دي. أو بحث كمي quantitative اللي بيدينا أرقام ونسب زي الاستبيانات وتحليل بيانات الاستخدام. بالظبط كده. وده يرجعنا لمبدأ تاني مشهور قوي بتاع ستيف بلانك: اخرج من المبنى. Get out of the building. أيوة. لازم ننزل ونكلم الناس ونشوفهم بيستخدموا الحاجة ازاي في حياتهم بجد، مش في المعمل ولا في مكاتبنا. كلام جميل ومقنع جدا، بس دايما في سؤال بيزن في دماغ أي حد شغال في شركة: هل ده يستاهل؟ يعني الوقت والفلوس دي هترجع بإيه؟ ال ROI فين؟ سؤال مهم جدا، والكتاب بيرد عليه بحتة ال ROI دي بشكل واضح. بيجيب أرقام ودراسات. زي إيه مثلا؟ في دراسات لقت إن كل دولار بيتصرف على تحسين سهولة الاستخدام اليوزابيليتي ممكن يرجع للشركة بعائد من 10 ل 100 دولار. من 10 ل 100 ضعف؟ والله. أرقام زي دي بتغير أي نقاش مع الإدارة أو مع أي حد بيسأل عن أهمية اليو إكس. ده مش رفاهية خالص. لا فعلا، دي أرقام تخلي أي حد يفكر كويس أوي. وفي الآخر كل ده بيصب في هدف واحد: نعمل منتج له قيمة حقيقية للمستخدم، يعني بيحل له مشكلة أو بيضيف له حاجة. ويكون سهل الاستخدام طبعا. بالظبط. قابل للاستخدام بسهولة ومن غير تعقيد، وكمان موثوق، يعني المستخدم يثق فيه ويكمل معاه. وده بيشمل بقى الاكسسبيليتي والفايندابيليتي وكل الحاجات دي. تمام، يعني لو هنلخص أهم نقطتين من الكتاب ده النهاردة ممكن نقول: أولاً، افتكر دايماً أنت مش المستخدم. مهما كنت خبير. ثانياً، بلاش تخمين وافتراضات. البحث والتواصل مع المستخدمين هما الأساس. مظبوط جدا. وممكن نسيب سؤال كده نفكر فيه بعد الحلقة: يا ريت. لو جربنا ناخد مبدأ أنا مش المستخدم ده ونطبقه بره الشغل خالص، في تعاملاتنا مع ناس في حياتنا العادية، تفتكري ممكن يغير إيه؟ سؤال حلو قوي ويفتح كلام كتير فعلاً. الكتاب ده شكله فتح مواضيع تستاهل نتعمق فيها أكتر. أكيد. دي كانت لمحة سريعة، بس لسه في كتب تانية كتير مستنيانا نكتشفها سوا. استنونا قريب وكتاب جديد نفك شفرته مع بعض.